السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض ملوخية خضرة جميلة لسه مقطوفة حالا اهيت زي العسل. بإذن الله انا قطفت شوية هما. انا من عادتي يعني ما بحبش اطلع معاها نوق كتير، يعني بعد واحدة بس كده تفلت معايا. بحب ايه اقطفها يا دوبك الورقة بس. ان شاء الله اقطف لكم الشويه الحلوين دول، وبعدين نيجي على البوتاجاز باذن الله. الاول قبل البوتاجاز اوريكم بتتغسل ازاي، وبعدين نروح على البوتاجاز ان شاء الله ونطبخها وتطلع ملوخيه جميله وتعجبكم باذن الله. اهي يا حبايبي الملوخيه بننقعها بقى باذن الله كده ايه، ونسيبها شويه 10 دقايق كده، ونيجي بقى نغير عليها تاني الميه. بس لازم تتنقع شويه الاول علشان لو فيها طين ولا حاجه يبوش وينزل في الميه من تحت. بتتغسل لها يجي 3 مرات مش مرة واحدة. ناخدها بقى بإذن الله من المية، ننشلها كده، ما نصفيهاش، ننشل كده من المية علشان لو في اي طين تحت يرسى تحت ما يطلعش. لو اتصفى يقوم يطالع في الايه في الملوخية. لا احنا عايزين ننشلها كده. شايفين المية عاملة ازاي من الطين؟ طبعا بنقعد نغسلها بقى لما المية تروق عليها وتبقى المية بيضة جميلة كده، تبقى هي نطفت. اهي يا حبايبي الملوخيه غسلناها. عايزين بقى ايه؟ نحطها باذن الله في الخلاط مع شويه شوربه صغيرين، طبعا الشوربه عليها ملحها ومظبوطه. ونضربهم وبعدين نتنقل على النار ان شاء الله. اهي يا حبايبي الشوربه غلت. نحط بقى باذن الله مكونين مهمين جدا معانا قبل ما نحط الملوخيه. بسم الله. هنحط باذن الله نص معلقه سكر وربع معلقه صغيره كربونات. الكربونات له دور كده في ايه، في ان هو بيخلي الملوخيه تفضل خضراء وما تسودش معانا. بسم الله. ونحط على طول بعدهم الملوخيه. شوفوا لونها ما شاء الله عليها، ما شاء الله ما شاء الله، لونها خطير. وشوفوا تقلها، شوفوا تقيله ازاي معانا. من السر الخطير بقى ليها اللي هي ما تسقطش ويحصل بقى ايه اللي انتوا عارفين بقى، اللي هي بتسقط في اخر الحله من تحت والكلام ده، ان انت ما تغطيهاش وهي بتغلي. دلوقتي ما ينفعش الملوخيه وهي بتغلي وبتستوى كده ان احنا نغطيها. هي غلوتين بالظبط ونقوم طافيين عليها ونعمل لها بقى ايه قدحه الثوم وشهقته وجماله كله. اهو يا حبايبي نحط بقى مع بعض ايه، حته زبده. نولع بوتاجاز ونوطي النار. لازم النار تبقى هاديه على التومه، وما نحطش التومه وفيه ما نحطش التومه وفيه والزبده مقدوحه او كده، لا تبقى بارده كده علشان يستوى معانا. تمام. بسم الله. طبعا دقينا التومه اهي، ورشينا عليها شويه ملح وبصات كده. يعني انت بتظبطي حدق الملوخيه زي ما انت عايزه تبع الشوربه اللي انت حطاها. شوفي بقى انت بتحبي طعمها ايه، خفيف الملح شويه فيها ولا لا، انت بتشوفي تبع ايه رغبتك وامر الله. بتفضلي بقى ايه تحمري التومه كده بالراحه على نار هاديه عشان تستوى. طبعا الملوخيه بتبقى محتاجه توم ما شاء الله، توم كتير مش قليل، لان لو انت عامله لها يعني دي الحاجه الوحيده بصراحه اللي انا بحب لها التوم كتير. اصلا هي اصلا لازم يتحط لها توم كتير، هو اللي بيدي لها طعم طبعا وجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا معايا بقى على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. خلينا ناخد حسنات حلوه بامر الله. بفضل كده شويه، انا لازم تتحمر كويس
وتستوى كويس، ما تبقاش طعم التومه يعني محروق، لازم بالراحه كده عليها. طبعا التومه ما بتاخدش وقت على فكره، في ثواني كده هتلاقيها اتعملت. قرب ما تبقى بقى ذهبي كده نقوم حاطين لها كزبره ناشفه، وهي دي اللي بتديلها الريحه. معلقه صغيره كده كزبره، طبعا هي روحها برضو زي الثوم، بتاخد تحميره بسيطه كده مع التومه. معلش بقى انا ماسكه الموبايل مش عارفه املك الطاسه، بتتزحلق على العين اهي. هي خلاص كده، خلاص كده خلصت اهي. بسرعه نروح على قبل ما تاخد لون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا ضافين على الملوخيه، ما شاء الله الريحه، ما شاء الله الريحه جميله 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 جدا. يا ريتكم معايا وشمنها، ما شاء الله. الف هنا الف هنا بجد. بصوا خطيره خطيره بجد، طعم ولون. مش عارفه الاضاءه جايبه لكم اللون قوي ولا ايه. بصوا خضرها، بصوا بصوا جمال الخضار، بصوا ما شاء الله ما شاء الله جمال. وتقيله تقيله جميله جدا، طعمها خطير جدا. متنسونيش لايك سبسكرايب تفعيل الجرس وعشان يوصلكم كل جديد، ولايكاتكم والتعليقات الحلوه علشان اسمع كلامكم ورأيكم. جربوا الحاجه وقولوا رايكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.